يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصه. مبدئيا معلش ان انا ما طلعتش بالجلابيه بتاعتي لان هي بتتغسل. البرسونا اللي انا ببنيها بقالي شهور ضاعت لان هم قرروا يغسلوا النهارده، فانا مضطر اطلع بقى باللبس بتاع الماسونيه. المهم مؤخرا بقى في موجه كده من البودكاست، ناس كتير قوي بتعمل بودكاست وده طبيعي، لان انت لو سالتك انت ايه هو البودكاست ده، يعني ايه مفهومك عن البودكاست، هتقول لي ان هو واحد معاه مايك كويس وبيقعد يتكلم، وممكن لو هو غني شويه يجيب مايكين ويجيب واحد تاني يتكلم معاه. في ناس بس هم اللي عندهم ثراء فاحش وقدروا ان هم يجيبوا 4 مايكات، فبيجيبوا واحد يقعد معاهم وهم الثلاثه بقى ايه يعملوا عليه جنج بنج. هو عامه البودكاست ده شيء دخيل علينا، ما كانش موجود من 3 اسابيع بس انتشر بسرعه. يعني دلوقتي اي حد هتلاقي في عيلته واحد بيعمل بودكاست. هو عامه اي حد بيتولد بطبقه ارستقراطيه، مش لازم اغنياء قوي في بدايه الثراء كده، لو الناس مثلا اللي عايشين في دريم لاند مثلا، مش لازم ابنهم اول ما بيكبر بيسالوه ايه يا حبيبي انت عايز تعمل ايه في حياتك، مش هنتدخل في حياتك، قول اللي انت عايزه، عايز تعمل ايه، عايز تبيع هوديز، عايز تعمل بودكاست، عايز تاخد فلوس وتروح تنام مع مصطفى صاحبك. الواد بقى براحته يختار اللي هو عايزه. عامه انت حتى لو شخص متطلع ومعاصر وكده وعارف ايه هو البودكاست، مش هتبقى عارف ايه الفرق بينه وبين البرنامج العادي، غير ان في البرنامج العادي بيبقى فيه مايك صغير كده، والبودكاست بيبقى مايك اكبر مايك في الحياه محطوط قدامه في نص الشاشه. بحس ان الفرق الوحيد هو حجم المايك يعني، وما عنديش مشكله عامه مع التطور اللي حاصل حاليا بتاع البودكاست، يعني لان في البدايه احنا عرفناه يعني من اندرو تيت. كانت تقول الناس بتتفرج على مين؟ ما بتتفرجش على حد مصري بيعمله، كان اندرو تيت هو اشهر واحد بالنسبه لنا، يعني كان بيقعد يعلمك كده ازاي تبقى سيجما ميل. احنا حرفيا ترجمناه، يعني خدنا الحاجات اللي اندرو تيت بيقولها وترجمناها. كله كان بيقعد يطلع بقى ازاي نجح، وازاي كان راجل سيجما طول حياته، ازاي ما راحش عزا عمته وراح لعب ليج، ازاي عملت فلوس كتير فشخ، ازاي كان عمر الضفراوي بينزل يجري من شيراتون لحد كورباناو، وبعد ما يجري كتير بيروح في الاخر اي فايت يخسر عادي ويتضرب. وكان في كمان الراجل اللي هو بلاش الكلام ده، الراجل اللي هو بتاع انت لما بتروح الجيم ما بتروحش تبني عضلات، انت بتروح تكسر عضلاتك، مش بتروح تبني. انت بتروح الجيم عشان تكسر عضلاتك، تكسر الانسجه اللي موجوده عندك وتقطعها. أيوة. التقطيع بتاعها ده بيسبب لك الم، وبعد ما يقول لك الكلمتين عادي بتلاقيه طالع في لايف تيك توك بيكبس وبياخد اسود والكلام ده. هو فيها ايه ان هو يعمل لايفات تيك توك وياخد فلوس عادي طبعا، بس انا بحس ان عامه الحته بتاعت لايفات التيك توك دي المرحله اللي بعد الفشل. يعني انت بعد ما خلاص حياتك اتدمرت، خسرت كل حاجه، عملت كل المحاولات الحياه انك ترجع تاني بني ادم وتعيش زي ما كنت، خلاص كل البيبان اتقفلت، تعمل لايفات تيك توك بقى. يعني لو انا خلاص شفتوني في يوم فعلا طالع لايف تيك توك وعمال اعمل حاجات غريبه وكده، اعرفوا ان انا خلاص انا واخد كارد حسن من QMB. المهم بقى ان انا بعد ما دورتش على المايك ده مش شغال، انا مش موصله اصلا. المهم ان انا بعد تدوير شويه اكتشفت ان البودكاست في مصر بقى طبقات، يعني الحوار زي يعني مش طبقات اجتماعيه، لا هي طبقات اجتماعيه. يعني ايه؟ يعني مثلا في البودكاست ده اللي هو ايه، العيال اللي هم مش اغنياء قوي، هم شباب عادي يعني ايه نضاف من حتت كويسه، مثلا ساكنين في اماكن كويسه، فهو البودكاست كله قايم انه على علاقاتهم. يعني هتلاقي مثلا واحد ايه طلع في فيلم مثلا وكتب له حلقتين في مسلسل وبتاع، فبيبقى ليه شويه علاقات، بيروح يقول للراجل لو سمحت ممكن تساعدنا تطلع معانا في البودكاست بتاعنا، احنا عاملين حاجه صغيره كده، مجرد استوديو بس صغير كلفنا 600,000 جنيه، فيا ريت تيجي تشرفنا وبتاع. اللي هو ما بيديلوش فلوس، هو بس بيستعطفه وبيجيبوا معاه. واحد تاني هتلاقيه مثلا ساكن في شارع رئيسي في مدينه نصر، جار وزير سابق، بيحتك مع ناس من علية القوم في النادي مثلا، فبيقلب عيشه برده في شويه علاقات كده، بيطلع له بحلقه ولا 2. مقضينا كده مع اي ضيف بيجي معاهم. يعني ما اظنش ان هم بيدوا لحد فلوس، مثلا ممكن يكونوا بيدوا حاجات رمزيه بس عشان الايجو بس بتاعه، بس بصراحه باين ان الحوار ده العلاقات، لان هو الحوار عبثي فشخ. اصل ليه في حلقه مثلا فيها ميدو، بعد كده حلقه فيها ابو الانوار وسانتا، لما بيتزنقوا قوي بيروحوا جايبين واحد من العيال اللي هم بيعملوا ستاند اب كوميدي، دول اللي هم بيبقوا تحت الايد كده، اللي هم اصحابهم يقدروا يكلموهم في اي وقت، تعالى اسطى النهارده هنصور حلقه وبتاع، فبيجي كده. العيال دول بياخدوا عامه بتوع الستاند اب كوميدي، لازم تعرفوا ان هم اعلى واحد بيعمل ستاند اب كوميدي في مصر بياخد في الحفله 800 جنيه اصل العيال اللي بيعملوا ستاند اب كوميدي دول بيبقوا ايه، بيبقوا هم بس يعني ايه مشهورين بدون سبب، فبيعملوا اي حاجه عشان تبرير للشهره، فاهم؟ لان هو بيبقى واحد مثلا بيعمل حفلات بيحضرها 60 واحد، اي اشهر فيديو عنده جايب 5000 فيوز مثلا، ومع ذلك هو مشهور. فحوار الستاند اب كوميدي ده تحس ان هو ايه غسيل فيوز، زي غسيل الاموال كده. المهم ان هم بتوع البودكاست دول لما بيتزنقوا قوي، لما خلاص هم ما نزلوش مثلا الاسبوع ده، ما عرفوش يجيبوا حد كده يطلع معاهم، عادي بيعملوا الحلقه لوحدهم والدنيا بتمشي. يعني هو
بالمناسبه انا عايز اقول حاجه بس، ان انا بحب عبد الرحمن والله العظيم كنت وشايف ان هو بصراحه من مثلا من ال 36 واحد اللي في مصر اللي بيضحكوا. والله العظيم كنت انا شايف كده. وفي بقى البودكاست دوت غريب فشخ بالنسبه لي، لان كل الناس اللي فيه رجال اعمال ومستثمرين. يعني يوم ما بيروح واحد مش لاقي ياكل بيبقى مثلا منتج افلام، بيقعدوا يتكلموا عن الفلوس والمشاريع والحاجات دي. معرفش بصراحه مين اللي ممكن يكون بيهتم بالكلام ده وبيتفرج عليه، بس ممكن يكون الناس مثلا اللي هم بيدوروا مثلا على كيفيه الربح من الانترنت، ازاي اعمل اول $100 من الانترنت، الجو ده. بس ما اظنش ان في حد بيحب يتفرج على رجل اعمال مثلا بيتكلم في اي حاجه، لان هو عمري ما شفت عامه رجل اعمال غني بيتكلم في حاجه مفيده. عمرهم ما يقولوا لك نصيحه فعلا تاخد بيها تعملها. كل نصايحهم بتبقى حاجات شخصيه كده، اللي هو مثلا تقول له ازاي اعمل اول مليار جنيه في حياتي، يقول لك بص اسلك الفلوس بتتعمل من هنا كده، مش يعني انا مره شفت فيديو لابو هشيمه كان طالع في برنامج المذيعه بتقول له ازاي الواحد ينجح ويعمل فلوس زيك ويبقى رجل اعمال غني. فابو هشيمه راح معنطزه ابو هشيمه راح باصص لها كده وقال لها بصي، اهم حاجه رضا الوالدين، وتاني حاجه ان الرزق بيتوزع بدري. انا بصحى الساعه 5 لان ربنا بيوزع الرزق الصبح. كلام جميل ومحترم جدا، بس يعني اعترض بقى عليه. قول لي حاجه مفيده، ما اخرج من المله. اتفضل اخرج اكفر. قول لي حاجه عمليه عشان الناس تفشخك بقى. لا، مع ان دي حاجات عاديه المفروض اي حد يعملها عشان ربنا يرضى عليه اصلا ويقدر يعيش بقى، يعمل حاجه ويشتغل وياخد بالاسباب والكلام ده. لكن لا بقى رجل اعمال تساله تقول له ازاي بقيت غني كده، ازاي عملت شركه عالميه وبتسرق ذهب من دول افريقيا الفقيره، يقول لك بص اهم حاجه شرب الميه، انا بشرب 5 لتر ميه في اليوم. عامه الناس اللي عاملين البودكاست ده هم 2 كده، واحد فيهم بيمثل والتاني غالبا ابن خالته، انا ما اعرفش مين ده. واللي بيمثل دوت اللي هو من نوعيه الممثلين اللي بيطلعوا دور كل 7 سنين مثلا، ومع ذلك بتلاقي صاحب الممثلين كبار قوي وصاحب المنتجين وعنده جزيره في اندونيسيا وغني فشخ. حاجه زي الراجل اللي هو البرتقاني ده، تامر هجرس كده برضو. عمرك ما هتفتكر، يعني لو قعدت تفكر فيه مش هتفتكر له حاجه عملها غير الحلقه اللي طلع فيها في عايز اتجوز. ومع ذلك هو معاه فلوس وغني وواخد نص مدينه في بلد اوروبيه وعايش فيها لوحده. حاجه مش منطقيه يعني، بس هو مش عارف ايه الناس دي. يعني ممكن يكون ده سبب ان هو بيعرف يجيب دايما منتجين ورجال اعمال وناس كده. معرفش في سبب تاني ولا لا، بس لان انا ما اظنش ان في اي حد عادي يقدر يروح مثلا يقابل الناس دي. وفي بقى البودكاست بتاع استاذ عباس ابو الحسن، وانا بقول استاذ لان هو استاذ ولان انا بخاف منه فشخ. يعني انا من اكبر كوابيس حياتي، من اكتر حاجات المرعبه ان انا استاذ عباس مثلا يجي يوم والاقيه بيزعق لي مثلا، لو شخط فيا هبل البنطلون. وبرده استاذ عباس بصراحه حلقاته عشوائيه فشخ، بيجيب ضيوف من الشرق والغرب. يعني هتلاقي حلقه فيها البيج رامي، الحلقه اللي بعديها 50، باسم سمره، هاني عادل، علي قنديل، سادات، ميدو، شاهين، ابراهيم عبد المجيد، الويلي. مفيش واحد ليه علاقه بالتاني، مفيش واحد فيهم ينفع يبقى حتى صاحب عباس ابو الحسن يعني، او يستجرئ ان هو يبقى صاحبه اصلا. ومتاكد ان هو ما بيديلهمش فلوس ولا بيكلمهم حتى، يعني هو ما بيتصلش يقول لهم ايه عاملين ايه وبتاع، انا عايزكم في البودكاست بتاعي عجبا لكم ايها المصري. انا متاكد ان هو بيبعت الرجاله بتوعه يجيبوه من قفاه، فاهم؟ اللي هو اي حد عايزه معاه يروح مكلم الرجاله، روحوا هاتهولي، فاهم؟ يروح جايبينه في شوال ومخلينه يعمل معاه البودكاست. ممكن ارد بقى ولا امتى هرد؟ تسمح لي ارد عشان انت بتتكلم كتير قوي. قيل لي الحكايه دي وانا مش مقتنع بيها الفتره دي، بس عشان مش عارف ليه عمال اتخيل ان هو بيشوف الفيديو ده دلوقتي وانا بقى يعني مش عارف اتكلم، خايف. انا اسف عامه، انا اسف جدا، انا بهزر والله العظيم. اعمل اي حاجه غير ان انت تزعق لي. هو انا خلصت عامه، بس انا لقيت حاجه بس. اللقاء ده كنزي مدبولي في اجرأ لقاء لها حياتها الخاصه الى العلن، توجه رساله مؤثره جدا الى والدتها مع ريان الحايك. بس فانا حبيت ان انا في اخر الفيديو بس اوريكم كام حته كده من البودكاست. طول ما انا معايا حق اسبيك اب، فاهم؟ وده مشكله برضو ان انا ما بعرفش اسيب حقي. في ساعات الواحد زي ما هما بيقول لك، وده عرفتها بعدين، اللي هو choose your battles. دي اكتر حته بصراحه مؤثره بالنسبه لي، وهي بتحكي قصه كفاحها والحاجات اللي واجهتها في حياتها والصعاب وكده. بوست وحش فيه مش عارفه ايه، في منهم بوست كان يتريق على ماي OCD. ايه فانا إيه؟ رديت يعني ايه؟ مش يعني ايه البتاع ده؟ ثانيه كده يا جدعان. حتى الامراض بتاعت اغنياء، هو الاغنياء لازم يجي لهم مرض من 3 حروف كده؟ مفيش حد بيجي له برد عادي؟ disappointed ان هي جابتك. اوف، فاهم؟ يعني بيقول شفتوا نظره الديسابوينتمنت في عينيها. ايه الكونتنت بتاعي في كده يعني؟ صح. فاهم؟ صح. كان مثلا انا بعمل دايما اويرنس عن السويسايد وكده، في مثلا بتاع 60k people. اوف. انت عارف انا في 5 minutes بس الواد ده والله بيضحك فشخ. انا حاسس هو اصلا بيسلك لها يعني. 10 جداد. واو. ونام. صح.
بدأوا يجيبوا رقم تليفوني. كل شويه بيتفاقم. بصراحه قصه كفاح كنزي مدبولي صعبه قوي وملهمه، مليانه بصعاب وحاجات مرت بيها. انك ياد الموجي اتريقوا عليها، حاجه بصراحه صعبه، خصوصا الخناقه الاولى ديت ما كانتش متكافئه. يعني هي بصراحه فشلت في اختار الخصم، لانها راحت اتخانقت مع عيال بتتريق على ناس ميتين اصلا. الخناقه الثانيه هي اللي بصراحه كانت حلوه بالنسبه لي، كنت بحبها لانها حاسس انها كان لها ماضي. يعني مش حاسس ان هي بدايتها الفيديو بتاع اياد. الاثنين كانوا مع بعض في المدرسه مثلا، الاثنين كانوا في مدرسه غاليه فشخ مع بعض اسمها من 3 حروف برضو، يعني هتلاقي اسمها OCD. واياد كان بيقعد بقى يضايقها ويتنمر عليها وياخد السندوتشات بتاعتها، وهو في ثانوي صاحب البيست فريند بتاعتها، فهي اتضايقت وكده لما سابها. حتى يوم اللقاء بقى الباتل اللي هم نزلوها لبعض كانت في فرح الاثنين اللي هم ما دفعوش جنيه في عفش بيتهم، دول اللي كانوا بيعملوا اعلان لاي حاجه عايزين يشتروها، عملوا اعلان للمعالق. انتوا اكيد عارفينهم، هم اثنين كده ما حدش فيهم دفع جنيه في بيته، مش فاكر اسمهم. فبصراحه تحس الخناقه دي ان هي كانت في ووتر واي مثلا، بس الحمد لله عدت يعني. وكان نوزة الحمد لله دلوقتي كويسه، واياد ربنا عاقبه على اللي عمله وبقى صاحب زياد زازا. بس والفيديو خلص. اعمل لايك وكومنت وسبسكرايب، واعمل لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وخش جروب الفيسبوك وديسكورد، قدم كل فروض اليوتيوب يعني. وبس، سلام. سألنا الناس يوسدت صح؟ شنو أكتر حاجة فشلت يوم عرسك؟ كله شي كان رائع إلا العريس.